اهلا بيكم، انا مصطفى داوود. وانتوا دلوقتي بتسمعوا ما لا يخبرونك عن التسويق، البودكاست اللي بيدردش معاك في الحاجات اللي ممكن ما تكونش انت عارفها عن الماركتينج، والحاجات اللي احنا حابين نعرف عنها اكتر مع ضيوف مميزين جدا شاطرين جدا في مجالهم وبيجاوبوا على اسئلتكم وانتوا بالذات. البودكاست دوت بيحقق امنيه، وهي امنيه ان انا كان نفسي حد يقول لي الحاجات دي وانا لسه ببدا. حضر معاك حاجتين، الورقه والقلم، وسجل معانا كل حاجه هتتقال عشان كل اللي هيتقال في البودكاست دوت مهم. يلا اسيبكم على الحلقه. اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست معانا يخبرونا عن التسويق، البودكاست اللي بيقول لك الحاجات اللي انت ما تعرفهاش عن الماركتنج، او ممكن تكون عارفها ونسيها، او ممكن تكون عارفها جاي تتعلمها تاني عشان يعني التكرار يعلم الشطار. ايا كان، يعني انت منور او انت منوره بطبيعه الحال، بطبيعه الدخلات الراندوم بتاعتي، محدش بيتوقع انا هقول ايه في الدخله بتاعتي، بس ضيف الحلقه النهارده حد مش راندوم، وضيف كان منورنا قبل كده في ليالي رمضان، ليالي رمضان الجميله. إحنا دلوقتي بعد رمضان، يعني الحلقه دي هتنزل بعد رمضان. بس يعني ضيف الحلقه غني عن التعريف، ضيفة الحلقه غنيه عن التعريف، اللي هو عبد التواب. يعني احنا آه، we had our fair share of of حاجات ان احنا نقولها في الحلقه اللي فاتت، بس كان في حاجه ناقصه بس. من بعد ما انا بسوق لنفسي، انا ازاي بقى اسعر الحاجه بتاعت نفسي؟ عشان يعني السؤال هو، البلوج اللي انا كتبتها دي تسوى دنانير من الذهب والله، يعني تتلف في حرير، تتلف في حرير، في حرير يعني. و with the rapid devaluation of the currency، خلينا نقولها كده عشان بس ما حدش ما فيش جهات سيادية تيجي تقفش في ضمارة رقبتي أنا. آه، ال devaluation of the currency بيسبب هيدكس مش بس للبيزنسز، كمان للفريلانسرز. احنا بنتعامل مع نفسنا كأننا بيزنس. ف it's all going haywire، يعني كل حاجة دلوقتي رايحة في كل حتة. كل يعني ما انا مش عارف اسعر. في العادي انا ما بعرفش اسعر اصلا الخدمات اللي انا بقدمها، ولكن في الاوقات اللي زي دي انا فعلا ما عنديش فكره ازاي اسعر خدماتي بشكل فليكسيبل. فبني يسمح لي ان انا ما ازودش الام العميل اكتر ما اكتر ما هو متالم. بس في نفس الوقت انا عايز اكل في اخر الشهر بقى. ف... فالمعاناه دي بقى يعني عايزين نتكلم عنها اكتر. هل اسعار شغلي بالجنيه المصري ولا بالدولار؟ ازاي اتغلب على حته، وهنتكلم فيها بعد شويه، ان في ناس مثلا بتقبض بتاع 200 300 دولار في البلوج الواحده، رايترز من الاجانب، بينما احنا هنا بنكح تراب يعني. ف I'll leave the mic to you. انا فعلا ما عنديش ادنى اي انبوت احطه، انا جاي اتعلم بس. المايك معاكي بقى. ربنا معاكي بقى. ربنا معايا فعلا. يعني قولا واحدا ربنا معايا. طيب، هلو again يا شباب. أنا مبسوطة قوي ان انا معاك يا مصطفى. صراحة الموضوع controversial جدا جدا بالنسبة لي انا شخصيا قبل ما يكون للمستمعين. أم، خلينا كمان نبدأ برأي كده controversial اكتر. بيقول أم، آه، انه مش دايما الرايترز بيبقوا احسن حاجة في الدنيا. يعني بيقعوا دايما في مشكلة انه انا بحط سعر وانا حاجتي بجد رديئة جدا 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 جدا، مش على الليفل بتاع الكواليتي. طبعا هيزعلوا مني الروح الرايتر اللي جواهم هيزعل مني وهيقولوا لا انت ازاي بتقولي حاجة زي كده. لا، هي فعلا حقيقة. أم، مش دايما الناس بتعرف تحط estimation صح لشغلها، او تسعر يعني شغلها بشكل حقيقي قبل حتى ما تعمل له كوميونيكيشن مع العميل، او ان هي توريه للعميل. طيب، قبل اصلا ما نقول احنا عايزين نسعر، احنا في حاجة فايتانا مهمة جدا.
جدا. هو انا الشغل ده مثلا بياخد مني قد ايه مجهود، وقت، يعني وايه الحاجات اللي بتتعمل كمان مع الكتابة. لان اي حد بيكتب عارف انه الاوتبوت مش هو ده الاكتوال جوب. الاكتوال جوب of a writer not writing. actual job of a writer ان هو بيعمل research، انه بيفهم الاودينس، بيذاكر كويس الاودينس اللي هو هيكتب له، بيعمل ميتينجز طول الوقت مع الكلاينت عشان يعرف هو عايز ايه، بياخد بريف محترم من الكلاينت عشان يعرف هو في الاخر الكلاينت ده ايه requirements بتاعته. لان برضو في قاعدة معروفة في الوسط والناس ما بتقولهاش out loud، الكلاينت هو مش عارف هو عايز ايه، دي حقيقة. الكلاينت most of the time، يعني 90% يمكن 95% of the time he doesn't know what to do or what he wants or ان هو محتاج ايه، هو شايف الاوتبوت. فانت مع الوقت محتاج يبقى عندك الملكة بتاعت انه افصل ما بين الاوتبوت وما بين الشغل اللي بيتعمل. فانا لازم اعمل estimation كويس واسسمنت كويس قوي للشغل اللي بيتعمل قبل الكتابة، من حيث الريسيرش، من حيث وقت الكتابة نفسه، من حيث الميتينجز، من حيث ان انا بذاكر او بشوف آم، يعني insights مثلا او reports او references او competitor analysis. يعني كل ده بيندرج مع مع الكتاب. فأول خطوة انت محتاج تعملها، انت محتاج تعمل لنفسك estimation. انت مثلا البيس of writing دي البيس اوف رايتنج دي بتاخد مدة قد ايه. يعني انا مثلا الارتكل بياخد مني قد ايه، ياخد مني ساعتين، ياخد 3، ياخد 8. يعني البيس اوف ارتكل دي الاوتبوت الاخراني ده بياخد مني ايه، بتنفست فيه قد ايه وقت وافورت عشان يطلع. consequently على مثلا company profile، consequently على landing pages الويب سايت، consequently على social media posts. الناس بتفتكر عشان السوشيال ميديا بتطلع كتير فايه ده انا ممكن اخلصها كده. لا، اصعب حاجة في السوشيال ميديا اصلا الايديشن والبرينستورمينج، وان انت تشوف الكومبيتيتورز بيعملوا ايه فتدور على differentiation عشان تعرف في الاخر تطلع مسج كويسة وتفهم الاودينس كويس قوي. لازم تبقى مصاحبه كده، تبقى يعني حبيبه الروح بالروح، عشان تعرف في الاخر ايه اللانجوج بتاعته والتون اوف فويس اللي هو عايز يتكلم بيها، وايه الفوكاب اللي بيتكلم بيها عشان يسمع معاه. شبيه شوية بشغل الإعلانات، الكوبي رايتنج شبيه شوية بشغل ال... الحاجات الدعائية، دايما فيها كده تكنيكس قريبة وفيها حاجات من بعض. فالسوشيال ميديا كذلك. لكن الحاجات اللي فيها بقى بتاخد وقت أكتر زي البلوجز، زي النوفلز. النوفلز دي تقريبا بيبقى مشروع. يعني الرايتر لما بيجي يكتب نوفل مثلا بيقعد فيها بالسنين، ما بيقعدش فيها مثلا شهرين 3 وخلاص، لا بيقعد فيها بالسنين. انت تعرف اصلا الرايتر النوفلست الحقيقي من كده، لو لقيت النوفلست بيطلع لك كل سنة بيطلع لك كل سنة نوفل، تعرف ان ده مش حقيقي. يعني هو either ان هو جايب جوست رايتر بيكتب له، هو بيقول له الفكرة وبيخلي عنده رايترز يكتبوا له، يا اما هو واخد حاجة ناقشة. يعني مفيش نوفل حقيقية بتطلع، واكاد اجزم ان واحد زي مثلا نجيب محفوظ ده في حياته كلها مع كل الحاجات اللي عملها دي لا يمكن كان بيطلع رواية كل سنة، لا يمكن واحد زي ده يعني. ف... فحاجات زي دي بتاخد effort ومجهود. عشان كده حتى لما بتوع الفيكشن بياخدوا فلوس على المبيعات كمان، مش بياخدوا فلوس على بس على الكتابة في الأول. لا، ساعات كمان بيبقى الاتفاق معاهم آه، في المبيعات. طيب، نرجع اللي احنا كنا بنقوله. بعد ما اعمل لنفسي اساس، اشوف الحاجة بتاخد وقت قد ايه. طيب، بلس الحاجات دي كلها، الميتينجز
believe it or not engaging with the client ده شغل. attending meetings with the client to be briefed او ان انت يقول لك مثلا محتاج واحد اتنين تلاتة ده شغل. انت اللي بتختار في الاول ان انت ما تحطوش في الاوفر. بس اي حاجة بقى من ساعة ما انت مضيت الاوفر ده محتاج تحسبه معاك، محتاج ان انت تراعيه في البرايسنج بتاعك، الميتينجز اللي انت بتاخدها. كمان حاجة من الحاجات اللي المفروض تراعيها الاديتس. الكل راوند اوف اديتس، راوند اوف اديتس ده انت بتخش ميتينجز وبتعمل برزنتيشن وبتعرض له الحاجة وبيقعد بقى ياخد ويدي، وساعات يقلب لك الترابيزة ويقول لك شيل كل ده واعمل من اول وجديد. طبيعي، بتحصل. لازم تكون مراعي ده برضو في الاوفر. اوكي. في حاجة برضو الناس بتجهلها او ما تعرفش عنها قوي، الخبرة والاسم. يعني ان شاء الله ربنا يكرمك لما انت مثلا تعدي 5 سنين، غير لما يبقى حد عنده خبرة 5 سنين، غير لما يبقى عنده خبرة 10 سنين، غير لما يبقى عنده خبرة 15 سنة. فالاسم والخبرة دي بتتحط. مش معنى كده بقى ان احنا ولسه بنبدأ يعني سنة سنتين نروح حاطين تسعيرة 15 سنة. يعني احنا محتاجين برضو نبقى صادقين مع نفسنا، يعني نبقى ايه، مصدقين نفسنا انه انا بيجنر، فانا تسعيرتي هتبقى الافريج كذا، وممكن بعد وقت نعليها تبقى كذا، وممكن بعد 10 سنين تبقى كذا. فده انا لازم اراعيه، مش بس اراعي يعني مش انا ومن بعد الطوفان، لا، يعني خالص. انا اعمل لنفسي استيميشن صح. اوكي. اشوف ايه الافريج. اوكي. واحط زي اي بيزنس بيتعمل، بتحط هامش ربح بسيط فوق الشغل اللي انت بتعمله ده، اتليست عشان لو هو مثلا اول كلاينت، فانت بتتنازل شويه، بتديله اوفر زي الهنود ما بيعملوا كده. انت عارف الهنود بيعملوا ايه؟ بيعملوا بيدنج مثلا على اب وورك. الهنود ليه بياخدوا شغل كتير؟ لان هم للاسف عندهم الاستراتيجي دي، ان هم بيقللوا جدا 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 في السعر، وبينتشروا وبيعملوا لك الحاجه بسرعه جدا. فطبعا العميل بينخدع، يقول لك مش مهم الكواليتي، يجي بعد كده يلبس يلاقي حاجة كواليتي راحة في داهية، يلاقي نفسه دفع، يرجع لك بقى بعد كده. طب انا لا، انا عايز كواليتي، انا مش عايز كوانتيتي. يجي يقاوح معاك، يبقى هو جاي لك بقى وهو عنده باد هيستوري. طب ليه؟ فاحنا ملناش دعوة بقى برضه، ملناش دعوة مهي خالص بالناس اللي عندها باد هيستوري. طب بتقيم نفسك. اوكي. بتحط لنفسك رينج هامش ربح، تعمل حسابك ان ممكن لو انت طبعا بتتعامل مع مصريين، فالمصريين بيحبوا فصل في كل حاجة، فلازم دي استراتيجية عند المصريين في كل حاجة. فبتعمل حسابك ان انت بتزود مثلا شوية سنة. اوكي. عشان في negotiations الأول. لو السعوديين بتلاقي نفسك انت بتضرب في العلالي عشان هم ما بيحبوش يدفعوا خالص. هم يعني بتظاهروا ان هم عايزين يدفعوا، بس هم ما بيدفعوش يعني actually بقى لما يجوا يشتغلوا. او انا خبرتي الصراحه كانت مع السعوديين كده، يعني مش عارفه بقى الناس، مش عايزه اظلمهم يعني برضو عشان في ناس كويسه، مش عايزه اعمم يعني. بس يعني من خبرتي للاسف في حته الكونتنت دي، انه بلاقيهم لا مش بيفهموا قوي الصنعه، ف they tend ان هم يدونا actually ملاليم حرفيا يعني. وساعات كمان بيحسوا لا ايه ده، يعني انت ما بتعملش حاجه، فاهم؟ للاسف يعني. بس برضو آه لازم يبقى عندي ملكه ان انا اختار العميل، ابقى عارفه ان انا آه ايه النوع اللي انا اشتغل معاه، مش بس عشان الفلوس، مش عشان بس بيجيلي فلوس. وللأسف مش هقدر اقول للبيجنرز ارفضوا. لا بالعكس، انا اشجعهم ان هم يتعاملوا مع ناس ويخيشوا احسن بكتير ان هم ما يشتغلوش. لازم يتعلموا
في الاول، بس يأمنوا نفسهم. يعني يحطوا التسعيرة اللي في الاخر. آه، يعني زي ما بيقولوا كده ايه، لما تيجي تعمل اي برودكت عادي، لو انت مثلا في مصنع في انتاج او اي كده، انت بتحط التكلفة الأساسية. يعني انت لما تيجي تبيع بتحط التكلفة الأساسية. انا مثلا البسكوت الفلاني ده كلفني واحد اتنين تلاتة، نقل كلفني، خامات كلفني كذا، بحط التكلفة الأساسية. أو لما تيجي تعمل حاجة في الفاشن، البيس اوف كلوث دي كلفتني واحد اتنين تلاتة، فبتحط التكلفة الأساسية بتاعتها. لو في الآخر انت دخلت مع كلاينت ورجع لك التكلفة الأساسية دي، ما تتضايقش يعني. يبقى أحسن إن انت في الأول تزود عملائك، تزود القاعدة بتاعتك، تبقى الاستراتيجي بتاعتك الأساسية ان انت حاطط الافريج برايسز. خبرتك مثلا من سنة لسنتين أو ثلاثة، تبقى حاطط الافريج برايسز. اوكي. وتزود كونكشنز بتاعتك احسن بكتير من تيجي ان انت تروح حاطط رقم وتخش اونلاين وتشوف هي التسعيرة بكام اونلاين بره، فانت تحطها زي، لا، ما مش واقعية. انت محتاج تبقى تنزل على الارض شوية. اوكي. فتحط التسعيرة اللي هي الافريج. عديت بقى ال5 سنين، اوكي، ولقيت نفسك عندك case studies. the best strategy in my point of view انك تسعر لكل حاجة سعرها. يعني انا مثلا البيس دي بتاخد مني وقت كذا ومجهود كذا و... وهي بتتكلف كذا، فتحط لها سعر. الويب سايت مثلا بيتكلف كذا كذا، ممكن يبقى فيه افريج كمان، بيبقى فيه رينج. يعني ممكن ياخد وقت كذا 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 كذا. الحاجات السوشيال ميديا كذلك. كل حاجة تاخد الايتم بتاعتها وتعمل لها رينج. اوكي. نيجي بقى عن الليفل الوحش، الناس بقى اللي عندها خبرة. دي تقريبا اصعب ناس دلوقتي مع الانفليشن بقى اللي انت كنت بتتكلم عليه ده. لان هم دول عندهم الكواليتي حلوة جدا، عندهم المعضلة بتاعت ان الكواليتي كويسة جدا، بس الكلاينتس they're struggling and they need them and they know the value of the content writers. بس برضو ايه، آم، يعني الاتنين في مأزق، الكلاينت في مأزق، صاحب الكواليتي او اللي هو اللي عنده الخبرة ده في مأزق. طيب الحل ساعتها يبقى ايه؟ الحل بقى يبقى اللي هو يا اما تعمل بروجكت طويل، يعني تخلي الديل بسنة اطول شوية، او تخليه سنة او نص، 6 اشهر او 3 اشهر كده، تخليه طويل بحيث ان انت آم، يعني it's a win-win situation. آه، الحاجة التانية اللي ممكن تعملها انك تدي offers، او تدي ان انت تقول له مثلا انا هخلص معاك البروجكت الفلاني، بس انا ممكن مثلا ادي لك شهر او شهرين معاك support، full support. لو احتجت اي حاجة، لو احتجت iterations، آم، لو احتجتني في meetings ان انا اعرض شغلي لحد، او ادي مثلا briefing للتيم عندك، اعمل له training كده. يعني تديله some sort of ايه support مع مع الديل بتاعه. الحاجة برضو التالتة أو الرابعة، أنا I lost track of numbers، بس يعني الحاجة اللي بعد كده إن أنت ممكن تoffer part time job. يعني تقوله طيب، أنا لو عملت لك الكلام ده بالفريلانس هيتكلف كذا، فأنا مثلا أشتغل معاك part time بريتينر فيز. ده هيبقى وين وين بالنسبة لي، أنت كسبان وأنا كسبان، وهأوفر وأبقى فيكست معاك part time job، يعني 4 ساعات في اليوم. ده برضو ديل بيبقى لطيف مع الناس، بيحسوا انه بدل ما يروح ويهاير و... ويدفع تأمينات ومش عارفة ايه ويعني كده، لا، هو
الماركتير او الماركتنج مانجر اللي بيشتغل معاك او ايفر بقى اللي بيعينك او بيطلب منك الحاجة، سي او حتى، بيحس ان لا ده هو معاه حد سنده بيخلص له شغله، وفي نفس الوقت بيطلب منه اللي هو عايزه كله، بس هو فيه ريتينر فيز. بس برضه ما تقعش في فخ بتاع ريتينر فيز فانا اعمل كل حاجة في اي حاجة. يعني يجي يقول لي مثلا مش في شغلي، يعني يجي مثلا يقول لي طب اقعدي بقى اعملي لي ديزاين على السوشيال ميديا. لا مش بتاعتي. لو انا عندي السكيل بتاعتي، لو انا عندي ديزاين سكيلز، وماله احطها في الاوفر. مش عيب خالص. مش عيب خالص ان انا وانا بحط الاوفر احط كل السكيلز بتاعتي اللي هو اوريدي شافها الاول. يعني هو احنا بقى، انا بكاد اخزم دلوقتي ان احنا بنتكلم على حته ان احنا عدينا المرحله بتاعت انا بسوق نفسي، انا سوقت نفسي خلاص، وراجل اشتراني يعني خلاص اشترى وانبسط من شغلي وانبسط وقال له يلا هيشتغل، فانا ببعت له الاوفر. فاوريدي هو عارف ان انا عندي سكيلز معينه، فانا بحط كل تفتوفه سكيل عندي، حرفيا كل تفتوفه سكيل عندي. ده بالنسبه للناس الادفانسد. لكن البيجنرز زي ما قلنا بيدوا شوية، يعني بيبقوا معطائين شوية، بيحتاجوا ان هم يحطوا حاجات اكتر شوية. يا اما يحطوا لهم وقت، ينفستوا وقت، يا اما ينفستوا سبورت، يا اما ينفستوا شغل اكتر. بس طبعا انا مع الكواليتي all the way، سواء بيجنر او يعني اللي بيعمل حاجة من الاخر يتقنها ويشتغلها احسن، ويبقى لان هي في الاخر الدنيا اوضه وصاله. يعني شغلي بيسمع عند الفلان الفلاني، ويسمع عند الفلان الفلاني، ويسمع عند الفلان الفلاني، وده يعرف ده وده يعرف ده، فخلاص يعني معروف. وانا مثلا واحدة من الناس اللي ممكن تبقى الناس كده في الوسط شايفاني صعبة شوية، صعبة في التعامل. ليه؟ عشان بس مجرد ان انا بحط بسات لنفسي فريم ورك معين للشغل. مفيش الفلكسبيليتي او الدحلبة بتاعت المصريين، يعني مفيش الفهلوة اللي هو يجي الكلاينت يقول لي ايه، طب والنبي بس زودي لي حتة كده. ما انا ما بقتش كده، ممكن كنت بعملها زمان، بس زي ما بقول في الاول يعني خلاص خدت قرار كده مع نفسي ان انا في وقت، لا انا وقتي time is money زي ما بيقولوا فعلا. time is money، يعني انا في الاخر انا بستقطع وقت عشان اعمل لك الشغل ده، وبدي لك اللي عندي كله، وبدي لك بتقنه على اكمل وجه. فانت you have to respect اللي انا بعمله ده، زي ما انا بريسبكت ان انت عندك وقتك وبتعمل البرودكت بتاعك وي 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 وهتلانش وبتاع. انت كمان ريسبكت ان انا وقتي ده محتاج يبقى يعني يتراعى. هجيب أم، التسعيره منين بقى؟ التسعيرة نفسها. طيب، ان انا احط رقم اصلا. اه. طيب، أم، انا ممكن اقول حاجة هي ما بتتقالش، بس هقولها لك عشان انت البودكاست بتاعك ما لا يخبرونك عن التسويق. الافريج بتاع اي رايتر، وده اللي الرايترز ما بيقولوش او الناس ما بتتبوحش بيه يعني. الافريج بتاع الرايتر اللي هو البيجنر اللي بيطلع من الاول كده بسم الله الرحمن الرحيم لسه متخرج فريش، عنده لسه سكيلز، اوكي، بيسعر نفسه يا بالصفحة، يا بالساعة، يا بالكلمة. اوكي، بالتلاتة دول. طيب هو لسه جديد خالص مش عارف يعمل ايه، افضل حاجة ليه ال ال الصفحة. ليه؟ لان صفحة الوورد 250 كلمة، ده الستاندرد في الوورد دوكيمنت. في اي وورد دوكيمنت هتلاقيها الستاندرد 250 كلمة. طيب انا عشان اخد في الصفحة احط لنفسي افريج في الاول كده، ابدأ بكام؟ اوكي، الرينج بيبدأ من 25 جنيه، اوكي، ل 50 جنيه. طيب بيفرق ليه الفرق ده من 25 ل 50؟ تفرق اللغة. اوكي، بتفرق انجليش ولا عربي؟ للأسف الانجليش اغلى، للأسف. بيفرق الاديتنج، انا بكتب في حد هيراجع ورايا ولا انا هسلمك تسليم كله؟ يعني مش، ما فيش حد هيقول لي حاجة تانية او
مفيش مدقق لغوي او كوبي اديتور هيبص ورايا ولا وكده. ساعتها ممكن تحط الرينج بتاع 35 40، عشان انت ايه لسه بيجنر. ده صفحة. اوكي. طيب، مين بقى اللي يقدر يبقى قلب جامد يقولك بكلمة؟ الادفانس كبير. ليه؟ لان الكلمة دي اصعب حاجة واغلى حاجة. لما بتيجي تحسب الوورد دوكيمنت مثلا، انت عملت الارتكل الرينج بتاعه لو هو اونلاين من 500 كلمة ل 800 كلمة اللي بيطلع اونلاين. اوكي. لو هيبقى اغلى هيبقى اعلى، لو هتحط ووردز اكتر وتوصل ل 1500 و2000. اوكي. الكلام بيزيد، بتلاقي نفسك لو انت ضربت 25 في 1500 هتلاقي مبلغ. اوكي. طيب، امتى كمان اقول طب الكارنسي احط آه، آه، دولار ولا احط جنيه؟ يفضل ان انت لو بيجنر تحط جنيه. انا معلش بقرص على البيجنر شوية، بس اجان زي ما بقول برجع لقصة. انا بحاول ابني علاقات، انا بحاول ابني بورتفوليو، انا بحاول أم، اجيب التكلفة اللي انا عملتها. مش بس يعني الربح هنا مش بس فلوس، لا، على الاقل اجيب التكلفة اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها، يعني انا الوقت اللي انا تعبت فيه. لان on the other hand للاسف برضو، ودي حاجة من الحاجات اللي سيئة جدا في المجتمع عندنا، ان في ناس كتيرة مدارك في الصحافة مثلا، ان لما تيجي تشتغل انت بتقعد سنتين ما بتاخدش فلوس حرفيا. ودي معروفة. انا هتعين في الجريدة الفلانية، انا هتدرب بس. فيبقى الحد شاطر جدا 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 جدا، ويبقى عنده كواليتي فظيعة، للأسف بيعملوا عليه حرب نفسية، فتلاقي ان هو بيشتغل يقولوا تعالى ده انت مش مشهور، ده انت مش معروف، ده انت ايه انت، ده احنا هنشهرك، ده احنا مش عارفة ايه. consequently بقى، شوف بقى الإعلانات اللي بتنزل كل يوم على الفيسبوك. تعالى اكتب عندنا واحنا نعمل لك exposure ونلمعك ونعمل. تعالى اكتب وهتاخد 10 دولار في الارتكل. تعالى تعالى، طبعا الحاجات دي كلها سبامز، كلها سبامز. وفي ناس كمان للأسف بتستغل بقى الحتة ان هم الشباب عايزين يشتغلوا وكده، فبيدوهم ملاليم. فأنا اللي بحاول أقوله لك دلوقتي وأفهمه لك كرايتر، إنه لأ، اعرف قيمة نفسك. أوكي. بس يعني ما فيش يعني قاعدة طبيعية ان انت بتشتغل عشان تاخد earn، يعني تاخد فلوس على اللي انت بتعمله ده. فما تنزلش من نفسك وما ترخصش من نفسك وتقول لا انا هعمل حاجة من غير شغل. هعمل حاجة من غير شغل دي لو انا عايز، من غير فلوس قصدي، لو انا عايز بكيفي اخش فيها بورتفوليو عشان ابني بورتفوليو، اعمل بروجكت ليا مع صحابي كده بكيفي. لكن ما تسمحش للشركات او للناس اللي هي من uncredible sources تخش تقول لك تعالى بس وبعدين نشوف. لا، القانون لا يحمي الأغبياء. انت لازم يبقى عندك الوعي الكافي انك لو حد قال لك تعالى اشتغل من غير فلوس تقول له لا، باي باي، ميرسي. وعادي، وتسعى بقى، تسعى في الحاجات اللي فعلا كويسة. طيب، هتعرف ازاي الراجل ده كويس ولا وحش؟ في حاجات أساسية حتى احنا حاطينها عندنا في الجروب.
من البوليسيز اللي محطوطة في الجروب عندنا في Egyptian Writers Community، لما بنيجي ناس تبوست على jobs، لازم أول حاجة يقولوا هما مين، الشركة دي مين. أو أنا لازم أتأكد إن البروفايل ده مش فيك، يعني البروفايل ده حقيقي بني آدم مش سبامر. تاني حاجة لازم يحطوا اسم الشركة. لازم يقولوا التفاصيل، هي paid ولا freelance ولا الدنيا فيها ايه. لو فيها job description يبقى يا سلام، حلو قوي. لازم يحطوا official email. official email لكن official email، مش جيميل ولا هوت ميل ولا لايف ميل ولا، مع احترامي طبعا الايميلات دي كلها، بس لازم يقولوا ان هم تبع entity معين. لان في الاخر الناس دي مش هتتكلم غير لما تبقى بت يعني representative للشركة بتاعتها. فانت من الحاجات الأساسية ان انت بتحمي نفسك بيها ان انت على الأقل لازم تروح تشتغل مع حد كبير تكلمه من الآخر. عشان مش الطبيعي ان هو الحاجة طبعا يبقى فيها مشاكل، بس ان كيس لو حصل في حاجة في مشاكل لازم تكون مأمن نفسك، ولازم تبقى عارف ان انت بتتكلم مع ناس بروفيشنال، تشتغل مع ناس بروفيشنال عشان تعرف انت كمان تتعلم، مش بس عشان كمان حتة البيمنت يعني. و... واخر حاجة في البوليسي اللي احنا بنحطها انه يا جماعة، أم... أم... من فضلكم تلتزموا بالقواعد بتاعة الجروب الأخرى، من إنه محدش يقول لي لا تعالى دي ام، تعالى على الواتساب، تعالى مش عارفه ايه، لا. ايميل is the only official communication على الجروب. طبعا انا مش هقدر المونيتور اللي conversations تحصل مع الناس، لو الناس مثلا راحت بعتت له كده، بس خلاص دي بتبقى their own responsibility. اوكي، بس انا اللي بحاول اعمله في الاخر انه أم، احمي الرايترز الموجودين، واحمي برضو الامبلويرز الموجودين، انه في الاخر يا جماعة خلوا الحاجة، خلوا الكوميونيكيشن بينكم يبقى بروفيشنال. اوكي. عايزة ارجع لك بقى الإجابة للسؤال اللي انت كنت بتسأله اصلا. طب نحط برضو ان هو كلامك اللي انت بتقولي ده كله حلو قوي، بس في الاخر احط التسعيرة ازاي؟ يعني احط الرقم ازاي؟ طيب، في تكنيك او في استراتيجي معروفة. لو انا اتكلمت على انا وانا بيجنر كتير قوي بحط الافريج برايسز. طب لو انا شوية كده بقى عديت ال5 سنين وبدأت خلاص من 10 سنين وهكذا، انا بعمل ايه؟ انا بشوف في استراتيجي لطيفة جدا بنعملها، انه بقيم مثلا انا لو انا بشتغل فول تايم، ايه ال الويج بتاعي دلوقتي، ايه السالري بتاعي دلوقتي. باخد مثلا 10,000 في الشهر. اوكي. بقيم بشوف انا هشتغل ايام قد ايه. اوكي. بشتغل مثلا على البروجكت ده 7 ايام مثلا، واروح اقسم ال10,000 على 4 اسابيع. هيطلعوا كام؟ هيطلعوا 2000 جنيه. فبالتالي البروجكت ده هياخد مني 2000 جنيه، لان انا تسعيرتي في السوق دلوقتي كفول تايمر 10,000. اوكي. فبيبقى الاوفر ان انا اخد ال10,000 جنيه دي واقسمها على عدد الساعات، اديفايد عليها العدد الساعات اللي هم انت معروف ان العدد ساعات بتاع الشهر 40 ساعة. اوكي. او الاسبوع يا رب يا مصطفى، صح، الاسبوع 40 ساعة. اسبوع اه. اسبوع بس. فانت اضرب ال40 دول في كام، في 4، هيطلع لك الاماونت. وتقسم الاماونت ده، تقسم ال10,000 على الاماونت ده، فتحسب بقى ال40 ساعة بتوعك. لو البروجكت ده ساعة، لو البروجكت ده مثلا أسبوع، ال40 ساعة قد إيه. دي طريقة. الطريقة التانية تعملها بالعكس، bottom up. تشوف أنت الارتكل ده أم، بي أم، بيكلفك قد ساعات قد إيه مثلا، أو البروجكت ده هياخد منك ساعات قد إيه. هياخد منك مثلا بكل بقى الحبشتكنات، ريسيرش وإديتنج وإديتس وميتينجز وكل الكلام اللي احنا قلناه في الأول ده. البروجكت ده مثلا هياخد مني 80 ساعة. طيب، أنا تسعيرتي في السوق دلوقتي أنا في الساعة كام؟
انا واحد ادفانسد اهو. طيب مش عيب جدا ان انا اروح برضو لحد زميل اقول له يا جماعه انتوا لما بتيجوا تعملوا ديلز، اوكي، او تحطوا الشغل على ابورك، الابورك مثلا الافريج $10 معروف. وبتاع. ده لو الرايتر بس لسه بيجنر، اوكي. لكن وبياخد منك أم... اسمه ايه ده، قول معايا، ابورك بياخد منك كمان نسبة. اه عشان كده 20%. اه انا personally ما بحبوش قوي، عشان بحس ان في الاخر انا بعمل مجهود، وابورك ياخد مني فلوس ليه يعني؟ يعني في الاخر انت بورتل وبتجمع الاتنين مع بعض، لكن انا اللي تعبت كمان عشان اجيب يعني في الاخر الكلاينت يجي لي وكده. فما علينا، ده موضوع تاني خالص. يبقى اعمل له بودكاست، لان ده موضوع controversial جدا. فمثلا الافريج مثلا على البورتال ده $10. او مثلا في بروجكت زي اللي انا عاملاه ده، معمول له بيدنج مثلا $400. جالي حد قبل كده قال لك انا باخد 400 جنيه في الساعة. ليه يا حبيبي تاخد 400 جنيه في الساعة؟ ليه؟ اصلا انا على ابورك بعمل كده. لا، ما هو انا مش ابورك يعني. يعني خليك برضو، يعني انا مش جايه لك ابورك، يعني ما تبقاش ستيف قوي، ما تبقاش اللي هو انا حاطه التسعيره بتاعتي اللي هو انا كده، فانا هبقى كده مع كله. لا، يعني لازم يبقى فيه common sense. اوكي. اللي جاي لك عن طريق الريفيرال بتحط له تسعيرة لان مثلا لو ريفيرال ممكن يجي لك بكوميشن. يعني افرض مثلا مش صحابك اللي عملوا لك ريفيرال، افرض ان انت متفق مع حد، يعني متفق مع سيلز جاي انه هات لي شغل وخد منك كوميشن. فبرضه انت هنا، هل السؤال هتحمل الكوميشن ده على الكلاينت ولا تحمله عليك انت؟ فانت لو جامد وبتاع ومش عارفه ايه طبعا هتحمله على الكلاينت. ده the smartest thing to do لو انت شاطر ومفيش منك اتنين. بس هو مفيش حد كده شاطر ومفيش منه اتنين مبدئيا يعني. ففي الاخر بتقسم البلد نصين، تحمل شويه عليك وتحمل على ايه، الكلاينت شويه. تقسم البلد نصين لو هو جايب لك شغل بكوميشن وهكذا. اوكي. طب لا، الحمد لله ده جالك عن طريق كول، وحد عمل لك ريفيرال وقال لك ده شغل جامد جدا وبتاع، ودخلت في انترفيو وعملت كل حاجه ومشيت في البروسيس وعملت كل حاجه. ما يغلبكش الايجو بقى. ما تقولش لا ده انا عايزه اكل التورته كلها. لا، خلي برضو عندك ايه يعني، خلي عندك شويه ديسنسي. لا، حط الاوفر، اوكي، واعمل معاه زي ما قلنا ايه، ديسكاونتس او حاجه مش عارفه ايه، بس في الاخر تطلع بالموضوع وين وين. اوكي. نيجي بقى للدارك سايد اوف ذا برايسنج. لما بيحصل خلافات، ايه ساعتها؟ طيب في مبادرة صراحة أنا شايفاها كويسة جدا دلوقتي، عكس الناس كلها. أنا شايفة إن موضوع إن أنت تبقى مقيد في الضرايب، وإن أنت يبقى عندك سجل ضريبي ومش عارفة ايه كفريلانسر والكلام ده كله، الموضوع مخيف جدا. أوكي، وأنت مش فاهم هو ايه وكده، بس believe it or not ده بيحفظ لك حقك. يعني انت لما بتيجي تخش تتعاقد مع حد في بروجكت كده ويبقى مع عندك الموضوع ده، هو ما بيقدرش يكسر عينك من الاخر. وللاسف المصريين بيعملوا كده، او غير المصريين يعني، في ناس من البيزنس مان كتير بيستغلوا الموضوع. يقول لك انت لو ما سلمتنيش وما عملتليش وبتاع، انا هروح ابلغ عنك بالضرايب. ف the safest way ان انت تسجل البروفايل بتاعك وتبقى official وكل حاجة والدنيا، عشان حتى تعرف تشتغل براحتك وتحط الفات براحتك ومحدش يجي يكلمك يعني. يعني فدي حاجة أنا بشجع الناس عليها جدا. طيب، قدر الله ما شاء فعل ولسه ما رحتش عملت حاجة، طب أعمل إيه؟ معلش أراعي بقى الموضوع ده، يعني أراعي إن أنا برضو إيه، ما عنديش الحق كاملة. للأسف أنا اتنازلت وما بقاش عندي قانونا الموضوع دلوقتي. يعني الأول كان الموضوع عادي بيس، لكن دلوقتي بقى خلاص.
بقى معروف. ف... فاعمل حسابي ان انا ممكن اتحط في الموقف ده. دي حاجة. الحاجة التانية، أم... طيب، حصل خلافات، انت الخلافات اللي حصلت دي documented ولا لا؟ طب الطلبات اصلا الكوميونيكيشن من الاول كان documented ولا لا؟ الطلبات كانت verbally ولا over email ولا على الواتساب؟ يعني دي حاجة من الحاجات اللي انت بتضيع نفسك بيها، ان انت حاطط الكلام على الواتساب. يعني دي عادة سيئة جدا جدا. الطبيعي officially اللي معروف منذ القديم الأزل انك تبعت الأوفر via ايميل، يبقى الكوميونيكيشن through ايميل. لو حصل مثلا مكالمة تليفونية أو discussion أو meeting أو كده، يبقى في meeting notes بتتبعت للكل، بتبقى documented، مش عارفة ايه، بتأمن نفسك. يعني عشان تبقى كمان الحتة بتاعت مش قصة بس أمان، قصة إنه إن الكلاينتس بتنسى هي بتعمل إيه. يعني الكلاينتس بيجي يقولك أنا طلبت منك كذا كذا كذا، لا ده في ميل الفلاني اتحط فيه requirements الفلاني، اتفقنا عليها كذا الفلاني، وانت مضيت وانا مضيت وconfirmed، فخلاص يبقى اللغط بيقف هنا، بس القرار اللي بيقف هنا ده لو هو عاقل. اوكي. طيب وصلنا بقى الليفل وحش، الراجل عاند وهو يعني انا عايز كده وانت عايز كده وما اتفقتوش، هتعمل ايه؟ طيب هترجع تاني، هل انت مسنود قانونا؟ لا. طب هل انت فلوسك دي حاططها، عامل لها داون بيمنت مثلا؟ دي برضو من الحاجات المهمة جدا. لو انت ادفانسد انت لازم تاخد ديبوزيت. يعني لو حتى 10%، 10% أو 25%، الطبيعي تاخد ديبوزيت، لأن الشغل ده long term، وفي رايح جاي كتير، وفي subject يعني subjective opinions كتير. فما فيش، أنا ما فيش مرة دخلت في قال لي هخلصوا الحاجة في وقت المعين بتخلصت في وقتها. لا يمكن. بتاخد أكتر من كده، أنت بتحط البلان ومع ذلك برضو بتراعي وبالكتير، وبرضو للأسف 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 في ناس كتيرة جدا ما بتحترمش الوقت ده. يعني لو انت محترمه غيرك ما بيحترموش، والعكس صحيح. ممكن يبقى الكلاينت بيحترمه وعايز حاجته في وقتها، بس هو لسه ما عندوش الرايتر ما عندوش لسه الملكة ان هو يديليفر on time ويبقى attentive في كل حاجة وياخد باله من الحاجات دي كلها، لسه ما اتدربش على الحتة دي. فلازم يبقى فيه وقت. ف طيب خلاص، الدنيا ضلمت خالص على الآخر، خلاص ابعت له الحاجة، مع السلامة، باي باي، شكرا، ميرسي. في ناس بقى تند ان تاخد الموضوع بالفتوانة ولا وانا جامد ومش عارفة ايه. طب انا لو انا مسنود بقى قانونا وكده ودخلت وخليت الموضوع فيه فتوانة، طب ما يعني في الاخر would it help؟ في الاخر يعني في الاخر it doesn't help. في الاخر هتطلع بسيناريو سيء جدا، مش هتكسب. لو كسبت فلوس مش هتكسب سمعة، لو كسبت سمعة مش يعني مش هتبقى وين وين خالص، بالعكس هتبقى خسرت حاجة تانية انت مش متخيلها. فيبقى الافضل سولوشن ان انت عايز بقى تجازف وتحط التسعيرة بالدولار، مفيش مشاكل، بس لو انت من مصر او من اي بلد تانية مش بتتعامل بالدولار، اعمل حسابك بالايكوفالنت بتاع الدولار. يعني احنا من مصر هنا عشان دلوقتي في انفليشن مثلا، لبنان فيها الانفليشن، مش عارفه مين في، ما اعرفش برضو الاودينس عندك مين بيسمع اكتر حاجه، بس مثلا لو مصريين بس، اعمل حسابك ان في عايز تحط بالدولار ك كانيشال بروبوزل، مفيش مشكله. بس خلي عندك الفلكسبيليتي انه تقول له طيب لو الموضوع الدولار ده مشكله، انا ممكن يعني اتغاضى شويه، نبقى نخليه بالمصري ما فيهاش مشكله، بس تحط الايكويفالنت بتاعها بالدولار وتقل سيكا.
يعني برضو، يعني خلي عندك برضو ايه، بس تقوله ده، يعني تفهمه وتوعيه وتديله الاويرنس انه انا عملت لك اوفر. يعني انا برضو كل ده بتكلم انه لو اوريدي حد عارف كويس جدا ومتمكن في ايه، جاله تستمونيالز حقيقية من كلاينتس يعني وعنده ريكورد ان هو حد كويس وشغله كويس وكده. ف... فهياش مشكلة خالص ان انت تبقى flexible، وان انت تقول له طيب مش مشكلة نغير الكرنسي، اوكي، وتنجوشيت بقى زي ما قلنا بقى بالتاكتكس اللي في الاول، يا تطول البتاع يا تخليها بارت تايم، يا تعمل بروجكت او تقلل السكوب. دي برضو حاجة من الحاجات انه طبعا ما بيتكلم معاك الكلاينت في الاول مرة بيبقى عايز كل حاجة في الدنيا، فاهم، ومتخيل الحاجة دي هتخلص دلوقتي. فلا it's very important for you ان انت تاخد سكيل على قدك، كشكشها ما تعرضهاش. ما تقولش انا بقى جامد واخش بقلب جامد وانا هعمل كل حاجة، لا خالص. برضو من الحاجات التريكس الكويسة جدا اتعلمتها في projects مثلا زي بتاعة الترانسليشن، انه مش عيب خالص ان انت تستعين بناس تتعامل معاه لانه project، وتقسم الفلوس عليكم عشان تكسب ان انت تديليفر on time. وفي نفس الوقت ايه، بس انت طبعا هيبقى عندك مسؤولية ان انت الاشراف، يعني عندك مسؤولية الكوبي اديتنج، تراعي كل حاجة، make sure ان كل حاجة تمام. بس يعني it's a win-win برضه في ايه، تفيد وتستفيد وتكسب ثواب يا جدع. يعني حد تاني برضه اشتغل معاك اتعلم حاجة، دخل جاب له قرشين كده يعني، بس to pay it forward يعني one way or the other. بس couldn't have put it better myself والله. يعني hopefully الناس تبتدي تاخد بالها من حتة التسعير ديت، و I will definitely ask you about انا المفروض اسعر المفروض اسعر خدماتي ازاي بس بعد ما نقفل بقى. بس on that note يعني thank you، شكرا جدا ليكي، ويعني اتمنى ان الناس تكون خدت بالها من التبس والتريكس اللي هي ممكن تستخدمها، لان محدش هيديك سعر واضح when it comes to pricing، عشان البرايسنج بيختلف من يوم ليوم. فايا كان صحيح. البرايسنج اللي انت هتتعامل بيه النهارده هيختلف بكره. فانت خد الكونسبت واشتغل عليه، وشوف البرايسنج اللي يسمح لك ان انت تجيب كلاينتس من غير ما تبقى جاي على نفسك او جاي على الكلاينتس. and speak up، يعني حاجة من الحاجة برضو اللي حابة أشيرها، إنه إحنا عندنا في الجروب هاشتاج كده، وبرضو من البوليسيز إنه في frequently asked questions، في ناس كتيرة بتخش عندنا بتسأل عن البرايسنج وكده، وبتسأل ذوي الخبرة الرايترز الآخرون بيعملوا إيه وإيه الأفريج. وساعات لما يو سبيك أب بتلاقي إيه ده أنا لأ، أنا التسعير أعملها غلط سواء بقى بالعالي أو بالواطي. يعني برضو الكلام مع الناس اللي هي احتكت بالسوق كتير، اشتغلت كتير، الحاجات دي كلها برضو بتساعد. ف you guys are more than welcome ان انتوا تخشوا عندنا في الجروب تسألوا في حتة ال content يعني وكده. و good luck to everyone. good luck to everyone، نشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه. شكرا جدا ليك انه نورتينا، و تشاو. باي باي. thank you مصطفى. اتمنى تكون الحلقه فادتك، ولو حبيت الحلقه ما تنساش تعمل لايك على يوتيوب، سبسكرايب على البلاتفورمز المختلفه اللي احنا عليها على البودكاست، وشير مع اصحابك الحلقه دي. ولو عندك لو عندك اي سؤال للضيف ما تترددش ان انت تساله له، ما تترددش ان انت تساله لنا واحنا نساله للضيف ونجاوب عليك. ودايما اسال، وبس كده. اتمنى يكون البودكاست ده نال اعجابكم.